مدرب اللياقه البدنيه اذا ما يجد السباحه بكل انواعها وما يجد التمارين للتاهيل الاصابات او تمارين الاعداد البدني بالمسبح، مدرب الاول ما يقدر يطبق تمارين المسبح. زين اقول لك شغله، اكو تمارين داخل الساونا يعني مدرب الاول يقدر يسوي. شوف احنا اذا تدخل بالجانب الفسلجي يعني انت اول شيء لازم مدرب اللياقه البدنيه عنده خلفيه ومعلومات باختبارات الدم، لازم يعرف فحوصات الدم، يطلع من الدم يطلع نسبة الهيموغلوبين، الكرياتين كايز، الكالسيوم، الفسفور، على ضوء ذني يطلع تيست الاختبارات يعني انواع من الاختبارات. الشيء الثاني لازم عنده معرفة واطلاع بعمليات فحص الضغط وعمليات فحص النبض. نعم. من خلال فحص الضغط يقدر يعرف على سلامة الجهاز الدوري للاعب. كذلك من خلال النبض يعرف انه اذا النبض وقت الراحه مالته 60 اذا هذا عنده اذا لياقه اللاعب جيده، اذا النبض مالته 80 بوقت الراحه اذا هذا عنده فد اشكال. يعرف هذا نومه زين او نومه مو زين من خلال فحص اللاكتيك اسيد بالدم، اذا فوق ال3 مول اذا هذا مجهد. يعني اكو هاي كلها لازم عنده خبره وعنده معلومات. من يصعد اللاعب على الجهاز الترادميل يريد يسوي له اختبار على الترادميل يشوف لياقته، لازم عنده خبره، لازم عنده معلومات، بالاضافه الى مثل تمارين الحديد. ويعني شوف مدرب اللياقه البدنيه انا اعتبره هو 60% من عمل المدرب، 60%، وما يقوم به ما يقدر الان يعني علميا، وما يقوم به لا يستطيع ان يقوم به باقي اعضاء الجهاز الفني او الملاك، من عمليه احماء، من عمليه تهيئه بدنيه، ومن عمليه استشفاء، من عمليه متابعه، من عمليه تغذيه، ومن عمليه دوبينج.